الكهرباء يعادل الغراف بهدفين، والقاسم يتعرض لهزيمة قاسية أمام نفط ميسان ب5 أهداف مقابل هدفين. في نفس التوقيت الآن الطلبة يواجه القرمة، وغدا ستكون 5 مباريات، 3 في توقيت واحد: الميناء، الموصل، النجف، الكرخ، ونوروز زاخو عند الساعة 5:30. عند 8 الشرطة يواجه أربيل، والجوية يواجه الزورة. ما زلنا وإياكم ننتظر انطلاق صافرة الحكم لتعلن بداية أحداث شوط المباراة الأول. الترتيب اللي ما زال يتصدر القوة الجوية ب80 نقطة، الشرطة بالمركز الثاني ب76 نقطة، ثم أربيل بالمركز الثالث ب70، الزوراء بالمركز الرابع ب66، والطلبة بالمركز الخامس ب62، ثم القرمة بالمركز السادس ب58، الكرخ بالمركز السابع ب56، زاخو بالمركز الثامن ب52، نوروز بالمركز التاسع ب50 نقطة، ثم دهوك بالمركز العاشر ب49 نقطة. إذن صافرة حكم اللقاء السيد مهند مناف يعلن بداية أحداث شوط المباراة الأول. دهوك على يمين الشاشة بزي التقليدي الأصفر، والنفط بالزي السماوي والأزرق على يسار الشاشة. تلعب الكرة الآن، محاولة كريم درويش، هارون، كرة عادت بالمنتصف، سعد خادم رسول، ضاغط عليه أمادو، كرة بالراس سبعد، محمد سادات، محمد عدنان، سيف كريم، محمد عدنان، سيف، محمد سادات، وليد، عادت، ورمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. هذا ستار ياسين 4 أهداف هذا الموسم، لعب لنوروز، زاخو، الأمانة، 29 مباراة أساسي، 2 بديل. كرة عادت إلى الخلف، سعد ناطق، سعد يلعب الكرة طويلة، 21 مباراة أساسي، 1 بديل. كرة عادت إلى الحارس حسين علي، 27 مباراة، 24 كرة عانقت شباكة، 10 مباريات شباكة نظيفة. سيابند عقيد، سعد، بالمنتصف هارون يحاول، كريم، صفاء، ومرت بعيدة على أندري الصناطي اللي لو يلعب من هذه الجهة. أندري الصناطي هدفين في شباك ديالا والزوراء. عادل نعمة، بالمناسبة نادي النفط في آخر المباريات لم يذق طعم الفوز. آخر 8 مواجهات للنفط لم يذق طعم الفوز، 4 هزائم، 4 تعادلات. آخر فوز حققه على الغراف بهدف واحد في الجولة 27. كرة ملعوبة، موتاري يلعبها، تنقطع. كرة بالمنتصف، أحمد عادل، أندري، خالد، تشوفو، كرة عادت من محمد عدنان، النفط قادم من تعادل أمام الميناء بهدف.
ودهوك من تعادل أمام الموصل ب3 أهداف. هناك خطأ لمصلحة نادي دهوك من الجهة البعيدة. أحمد عادل أمامنا بالصورة، قريب منا بيتر غورغيس هداف الفريق. هذا سيف كريم. 5 دقائق، دخلنا الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء. هذه الكرة اللي كان يبحث من خلالها أمادو مونتاري على ركلة جزاء، والحكم أشار للمواصلة. كرة مقطوعة، سامي هيني يلعبها لمحمد سادات، طالت مقطوعة الكرة. أحمد عادل، عالية الكرة، خطيرة إلى أندري، ويبدو الكرة سهلة لحارس المرمى حسين علي. أمادو مونتاري، سريع الكرة لمحمد عدنان. محمد يلعبها، خادم رسول، هارون بالمنتصف، استحوذ على الكرة الآن، يحاول يمر الآن، يبحث عن إسناد، يبحث عن زميل، يحاول يمر، عرقلة وصافرة وركلة حرة لمصلحة نادي دهوك. هارون القائد اللي 26 مباراة أساسي ومباراتين بديل، 28 مباراة من أصل 35 مباراة هذا الموسم. هنا خطأ، ركلة حرة لمصلحة نادي دهوك، كرة ملعوبة، تعود الكرة إلى سيابند عقيد، تعود إلى سعد ناطق يحاول يمر، يلعب كرة بينية، تمر الكرة إلى الجانب إلى أندري، تعود مرة أخرى وسط الملعب، سيابند عقيد، هارون، خالد قردغلي، خادم رسول، خادم يستحوذ على الكرة الآن، حاول يهدي، كرة إلى سعد ناطق، حاولون يسحبون لاعبين نفط إلى الأمام. لقاء الذهاب ما بين الفريقين في الجولة السادسة انتهى بالتعادل بدون أهداف. هذه الكرات الصعبة أنت عليك من تلعب وتبني من الخلف، عليك أن تحذر، يجب في نفس الوقت يكون عندك لاعب سريع وتعتمد على رأس حربة سريع. كرة عادت، سعد، أحمد، طالت على كريم، مونتاري، كرار رزاق يشتت كرة طويلة، خادم، وليد، مقطوع الكرة من أمام ستار ياسين، محاولة بالمنتصف، سريع الكرة إلى الجانب، أحمد يلعبها سريعة سهلة لحسين علي حارس المرمى. بيتر غورغيس لعب الكرة سهلة للحارس. كرة بالرأس، سيابند عقيد، سعد ناطق، طويلة من سعد، تشوفه يتركها، حبيب محمد اللاعب الموريتاني أو اللاعب الغاني، لاعب قادم من الحشد. أحمد بشار، 10 مباريات، 12 كرة هزت شباكة، مباراة واحدة شباكة نظيفة. شوفو، رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. سيف كريم، نادي النفط 35 مباراة، 9 فوز، 12 هزيمة، 14 تعادل، وإلى 29 عانقت شباكة 32 كرة ب41 نقطة بالمركز الثالث عشر. سجل في 18 مباراة
لم يسجل تصوروا في 17 مباراة، شباكة نظيفة في 15 مباراة. بينما دهوك 35 مباراة، 13 فوز، 10 تعادل، 12 هزيمة، 42 هدف إلى عانقة شباكة 41 كرة، 49 نقطة بالمركز العاشر. كرة تلعب سريعة، خالد قردغلي، مقطوعة الكرة، هذه المباراة رقم 20 لنادي النفط على هذا الملعب باعتبار ملعب الافتراضي. فاز في 7، تعادل في 7، وخسر في 5 على هذا الملعب. 19 مباراة، 7 في 7 في 5، 5 هزائم، 7 تعادلات و7 فوز على هذا الملعب. ستار ياسين امامنا، ورميه جانبيه لمصلحه نادي النفط. تلعب الكره، سامهين، محمد مونتاري الى محمد سادات، سيف كريم من الجهه البعيده، ستار ياسين، محمد سادات، سامهين، سريع على ستار ياسين من الجهه البعيده على السريع، وكره طالت من امام محمد عدنان. هارون بالمنتصف، هارون احمد، كره سريعه على كريم درويش، طالت اقرب الى تشوفو، انجل جويل تشوفو، حسين علي، سامي الى حبيب، لاعب الوافد من الحشد، حبيب، مونتاري. هذا حجز للكرة، حجز للكرة. على كل حال الحكم قريب وشايف صاحب القرار الأول والأخير. وخالد قردغلي يحاول، والحكم يشير إلى وجود خطأ، خطأ لمصلحة نادي دهوك. وأول بطاقة صفراء لحبيب محمد، أول بطاقة صفراء لحبيب محمد لاعب النفط. أول بطاقة صفراء في ملعب المباراة للاعب نادي النفط الغاني حبيب محمد بالدقيقة 12 من عمر المباراة. عرقلة واضحة للاعب السوري خالد قردغلي. – 17 مباراة لنادي دهوك خارج أرضه، 5 فوز، 5 تعادل و7 هزائم. آخر مباراتين خارج أرضه خرج بالتعادل أمام الزوراء بهدفين، وأمام الموصل ب3 أهداف. وآخر 8 مباريات خارج أرضه فاز في 2، تعادل 2، خسر 4. ركلة حرة من المكان، خطير لمصلحة نادي دهوك، قصيرة تبعد. خالد قردغلي حارس المرمى، أحمد بشار بالمنتصف، حبيب، إلى المنتصف، خادم، هارون، كرة إلى الجانب أقرب لها أحمد عادل، أحمد من جديد، لعبة بينية لا كريم درويش، كريم درويش يبدو في حالة تسلل، وكرة مقطوعة إلى ركنية لمصلحة نادي أدهو. شوفها بالعادة فعلا تسلل،
ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي النفط. هذا أندري الصناطي لعب للميناء وتسلل واضح. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي النفط. كرة تلعب سريعة. فريق نادي النفط بالمرحلة الثانية خاض 16 مباراة، فاز في 4، تعادل في 7 وخسر في 5، حصد 19 نقطة وبالمركز الثاني عشر. بينما بالمرحلة الثانية نادي دوك بالمركز الثامن، خاض 16 مباراة، فاز في 6، تعادل في 4، خسر في 6 ب22 نقطة بالمركز الثامن. ومرة أخرى أذكر نادي النفط في آخر 8 مباريات لم يذق طعم الفوز. خطأ واضح ضد ستار ياسين. دورينا على مشارف الانتهاء، هذه الجولة والجولة القادمة والجولة اللي بعدها، جولتان. رغم أنه مسألة الهبوط أصبحت واضحة للقاسم ولنادي النجف، لكن يبقى صراع المركز الثامن عشر في المواقع الأخيرة، وصراع المركزين الأول والثاني ما بين الغريمين التقليديين القوة الجوية والشرطة. كرة إلى مونتاري. أمادو موتاري ملعوبة لياسين. هارون. بيتر غورغيس، خطأ لمصلحة نادي هوك. بيتر اللاعب المميز، 18 هدفا هذا الموسم، أربع ثنائيات، 7 ركلات جزاء سجل هذا الموسم. بيتر يلعب الكرة. أندري الصناطي، بينية خطيرة الله، تسلل أيضا. نادي النفط يعتمد على شرك التسلل، هذا سلاح ذو حدين، قد يخطئ وقد يصيب. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة النفط. نلعب بالدقيقة 18 من عمر هذه المواجهة. أذكر في نفس التوقيت مباراة الطلبة والقرم. حالتي تسلل. صفا يحاول، كرة مقطوعة على رمية جانبية لمصلحة دهوك. صفا 16 مباراة أساسي، مباراتين بديل، سجل في شباك الأمانة والموصل. هذا هو أمادو موتاري. من جديد رمية جانبية. كرار رزاق على التنفيذ، طالت على موتاري لا رمية جانبية لمصلحة نادي الهوك. خالد قردغلي على التنفيذ. كل الأندية الآن عندها مؤشرات إيجابية وسلبية على من يبقى، على من يستمر، على من يغادر. مرحلة الاستخدامات والترحال بدأت مبكرا في دورينا للموسم القادم. موسمنا القادم بإذن الله سيبدأ مبكرا.
عندنا مشاركات مهمة بعد كأس العالم، آسيا وكأس الخليج، الكويت، عمان، السعودية، العراق في مجموعة الأولى في القرعة التي جرت هذا اليوم. استراليا، طاجكستان، سنغافورة، العراق في آسيا. سعد، أحمد، شتتها أحمد بشار، تنقطع من كرار وسط الملعب، محاولة الآن، هناك خطأ، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي النفط. هل هناك حالة تسلل ضد لاعبي نادي النفط أم للنفط؟ للنفط على ما يبدو. ركلة حرة غير مباشرة، سامهين، مقطوعة من كريم درويش، صفاء، أحمد عادل، بيتر غورغيس، بيتر، تنقطع من حبيب محمد، حبيب، خادم رسول يبعدها، أندري، أحمد عادل، كريم درويش إلى أحمد عادل، وتبعد الكرة من تشوفو، ويبدو هناك أيضا راية وصفارة. ركلة حرة غير مباشرة لنادي النفط. محمد عدنان، لاعب قادم من القرمة، هدف في شباك الميناء في المباراة الأخيرة. عادل نعمة يقود الفريق في المباراة رقم 36، 9 فوز، 14 تعادل، 12 هزيمة، حصد 41 نقطة. خادم رسول، أحمد، سعد ناطق، سيابند عقيد، بيتر، أنجل تشوفو، بدأوا يلعبون بشرك التسلل. تشوفو، حسين علي، محمد عدنان، سيف، محمد سادات، ستار ياسين، أنجل تشوفو، طويل الكرة لوليد كريم، ستار ياسين، ستار، محمد عدنان، سيف كريم، محمد عدنان مرة أخرى، كرة طويلة إلى الجانب، موتاري، سامهين، كرار رزاق المندفع، و إلى ركلة مرمى لمصلحة دهوك. سعد بالرأس مقطوعة، ستار ياسين، محمد سادات، سامهين، حبيب، سيف، نقل كرات بأقدام لاعبي نادي النفط. أجواء هادئة في هذه المباراة، منتصف شوط المباراة الأول، التعادل السلبي يخيم على أجواء هذا اللقاء الهادئ. لحد الآن لم تشهد المباراة أي خطورة تذكر. كرة مقطوعة، بيتر، سيابند، أحمد، كانت الكرة لصفاء هادي، ستار ياسين، ستار، محمد سادات، وليد، محمد سادات، سامهين، سريعة إلى موتاري، موتاري 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 موتاري، يحاول يعيد الكرة إلى كرار رزاق، كرار ممكن يحول كرة عرضية عالية بالرأس من خادم رسول إلى خارج الملعب إلى ركنية، ركنية لمصلحة نادي النفط. كرة من المدافع خادم رسول، اللاعب السنغالي القادم من
أنوا أراد الروماني. شوفوا بالإعادة أمادو موتاري وإلى كرار رزاق، وكرار حول الكرة اللي أبعدها خادم رسول إلى ركني. ركنية الآن. كادت أن تصيب الشباك من سعد ناطق. ركنية أخرى، مرتين المدافعين يبعدان الكرة إلى ركنية. مرة أخرى ركنية لمصلحة نادي النفط. نلعب بدقيقة 25، كرة إلى ستار ياسين، وليد إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كرة من كرار رزاق اللي لعب الركنية، ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. عادل نعمة تواجد بالمركز 13، كان بالمرحلة الأولى جيد، حقق الفوز في 5، تعادل في 6، خسر في 7. وبالمرحلة الأولى كان بالمركز 14. سعد هارون، خطأ ضد اللاعب محمد سادات، واحد من اللاعبين اللي مؤكد بقائهم مع نادي النفط لقدراته وامكانياته هذا الموسم. اكيد راح نشاهد تغيرات كبيرة في صفوف الأندية. هذا الموسم موسم رائع بالنسبة لدورينا اللي استقطب 190 لاعب من أصل 51 دولة. حسين علي، سعد ناطق، صفاء، معذرة لهذا الانقطاعات من المصدر، أحمد عادل، بيتر لاعب منتخبنا الوطني ضمن التشكيلة الوطنية، خادم، خالد قردغلي، أندري الصناطي، خالد مرة أخرى، كريم درويش، هارون، تنقطع الكرة سريعة من محمد عدنان، وليد يحاول، وليد يحاول، وليد تعثر، وليد طالت الكرة مقطوعة لهارون أحمد القائد. هارون، سعد ناطق، صفاء هادي بالمنتصف، هارون، خادم رسول، سعد ناطق، شيابند عقيد، هارون، خادم، خالد قردغلي. كرة قصيرة تنقطع من ستار ياسين، ستار يحاول يهيئها لموتاري، برافو خادم يبعدها، تعود إلى ستار ياسين، عرضية بعيدة لمحمد عدنان، تبعد من شيابند عقيد إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. أفضل النفط الآن أكثر وصول للمرمى، لكن لحد الآن لم تشهد المباراة بعد مرور 28 دقيقة أي خطورة تذكر على المرميين. سيف كريم على التنفيذ، سيف، سامي هين، سيف عالية، أحمد بشار أقرب للكرة، سعد، أحمد عادل، بيتر، شيابند عقيد،
سعد، خادم رسول، خالد قردغلي 48 52، كفة متوازنة ما بين الفريقين رغم الأفضلية لدهوك بفارق طفيف. هارون، أحمد عادل، بيتر غورغيس من الجهة البعيدة، صفاء، هاتوا خذ كريم درويش، وبرافو برافو تشوفوا أبعد الكرة، كرة عادة أحمد، صفاء، كرة إلى الخارج إلى ركنية لمصلحة نادي دهوك، ركنية لمصلحة نادي دهوك. فريق نادي النفط عادل الميناء، خسر من نفط ميسان ب3 أهداف، عادل القرمة بدون أهداف، خسر من الشرطة بهدف، عادل زاخو بهدف، عادل الموصل بدون أهداف، خسر من ديالى بهدف، وخسر من أربيل بهدفين. هذه آخر 8 مباريات قاضها في المرحلة الثانية، وفاز على الغراف بهدف. عادل أفضل ما حقق الفوز التعادل مع الجوية ومع الطلبة بدون أهداف، ثم الفوز على القاسم بهدفين، والفوز على كرة اللعب يبعدها الحارس، تسديدة من بعيد، كرة خطيرة تبعد من جديد، محاولة الآن، وتاري أقرب للكرة يلعبها لستار ياسين، ستار ياسين قصيرة وبالخطأ. تركيز اللاعب، المفروض اللاعب يكون عنده هدوء تركيز من ينقل كرة. خالد قردغلي عرقلة وصافرة وركلة حرة. إذن عادل الطلبة والجوية بدون أهداف، فاز على القاسم بهدفين، فاز على الكهرباء 2-1، عادل النجف بهدف، وخسر من الكرخ بهدف، وفاز على الأمانة 2-1. هذه نتائجه في المرحلة الثانية. كرة تلعب، كريم شوفه يبعدها، عمادو موتاري، خالد ابعدها، موتاري من جديد، سامحين اقرب، محمد سادات، كرار رزاق، خادم ضغط عليه وليد كريم. خلينا نكون صريح العبارة، نادي النجف يعني يبحث عن مهاجم، يحتاج إلى مهاجم، شاهدناه في المباريات الأخيرة، يعني ما عنده لاعب يسجل بصراحة. كرة عادت، ستار يسدد، والكرة بالعارضة وإلى الخارج، بالعارضة مع الحارس وإلى الخارج. برافو أحمد بشار. شوفوا بالإعادة، شوفوا بالإعادة، ستار توغل لعبها، وحارس المرمى وبالعارضة وإلى ركنية لمصلحة نادي النفط. أخطر الكرات خلال 33 دقيقة، أخطر كرة شاهدناها في ملعب المباراة، ربما ما سمعني، ماكو لاعب يسجل. كرار عالي ملعوب الكرة، أمادو ومحمد عدنان، كرة غير مستقرة وتبعد من سعد ناطق. نهاية موسم، أندية مطمئنة، وضع مطمئن للأندية، جهد، لذلك تشوف الإنتاجية في عطاء اللاعبين غير دقيقة، غير مميزة. كرة تلعب مرة أخرى إلى سيابند عقيد، صفاء، خادم رسول، سعد، سيابند،
سريع على بيتر، و سيابند عقيد، الكرة مقطوعة من أمامه إلى خارج الملعب. كرة حلوة من بيتر جورجيز إلى سيابند عقيد ومقطوعة إلى خارج الملعب. شوفوا بالإعادة، دخول من تشوفو، أنجيل تشوفو، وإلى خارج الملعب. رمية جانبية لمصلحة دهوك، مقطوعة الكرة، خادم رسول. موتاري، صفاء، أندري، أحمد، سامي هين، محمد عدنان، ستار ياسين. شوف ستار ذكي، ما لعب الكرة لأمادو باعتباره كان في وضع تسلل. كرة إلى هارون، أحمد عادل، سيابند عقيد. معظم دقائق المباراة الأداء محصور وسط الملعب، لم تشهد المباراة إلا كرة واحدة من ستار ياسين أبعته أحمد وارتطمت بملتقى العارضة بالقائم. كرة بالخطأ إلى وليد، وليد إلى كرار، كرار يندفع، كرار يندفع، تأخر كرار، تعود مرة أخرى إلى ستار، يلعبها إلى أمادو، تعود إلى ستار، يا سلام يا ستار، يلعبها إلى ساميين. ساميين قلت خطورته، قلت خطورته. ساميين، ستار، كرة بينية تبعد من سعد ناطق، خالد قردغلي، حبيب محمد، كرار، ستار، ستار يمر، مقطوع الكرة، صفاء، أندري، كريم درويش، صفاء، ترتد، محمد السادات، ساميين، كرار، سريع على وليد. يعتمدون على وليد بالكرات الطويلة، وليد مراقب مراقبة لصيقة من سعد ناطق. سيابند عقيد، أحمد عادل. 9 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. الكرة تعود مرة أخرى، أندري يلعبها إلى كريم درويش، كريم يحاول يمر الآن، كريم يحاول يمر، تأخر كريم، يلعب الكرة، تعود إلى بيتر، وركلة حرة، ركلة حرة لمصلحة نادي. يبدو حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة، كان يبحث عن ركلة حرة لمسة يد، ولكن ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي النفط. رابع حالة تسلل على ما أعتقد أو 3. هنا ستار ياسين يبحث عن ركلة جزاء. 8 دقائق تفصلنا على النهاية. 5 ركلة جزاء، 5 حالة تسلل. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة النفط. حبيب، مقطوعة من خالد قردغلي إلى رمية جانبية. لمسة يد على أحمد عادل. هذا هو المدرب أحمد خلف. 12 مباراة مع نادي دهوك، المباراة رقم 13 حقق الفوز في 4، التعادل في 4، والهزيمة في 4. 4 ب4 فوز تعادل هزيمة. حصد من خلال 12 مباراة على 16 نقطة، وفرط ب20 نقطة. ركلة حرة لمصلحة نادي النفط. مهند مناف واحد من الحكام المميزين،
سيف كريم الظهيران، سيف وكرار رزاق قريبين من الكرة. سيف يلعب الكرة عالية، وليد وبرافو أحمد أبعتها، ومرة أخرى من حبيب ترتد الكرة لمحمد عدنان. محمد عدنان يحاول، محمد عدنان يحاول محاولة يلعبها عرضية، محاولة من جديد بالرأس مقطوعة من خادم رسول. تعود الكرة المن إلى هارون. كريم درويش، أندري الصناطي، خالد قردغلي، خادم رسول، سعد ناطق، خادم، أحمد بشار. كرة طويلة من أحمد، بيتر ما سيطر عليها. كرة مرت إلى الجانب إلى أحمد عادل، سيابند عقيد، سعد ناطق، مقطوعة من جديد. هارون يلعبها إلى خالد قردغلي، سعد ناطق. أقل من 5 دقائق على الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. سريع على سيابند عقيد، سيابند يحاول يمر، أحمد عادل، هارون، خالد، أندري الصناطي حاول يلعب الكرة، بينية حلوة خطيرة، جول. الله، ضاعت على سيابند. أكثر من مرة أقول هذا اللاعب عنده نزعة هجومية، لاعب يعشق الهجوم، لكن آراء المدربين أن يضعوه كظهير. شوف كرة من بين اللاعبين، كرة على طبق من ذهب، لعبها بذكاء ولكن لم يكن محظوظ، بل كان نادي النفط أوفر حظا وضاعت الكرة إلى خارج الملعب. فرصة هدف أول تضيع على نادي إدهوك، وهي أخطر كرة لنادي إدهوك على مرمى النفط خلال 41 دقيقة. كرتان، واحدة هنا واحدة هناك للفريقين. فرصة ثمينة كان ممكن أن تكون هدف أول لمصلحة نادي إدهوك. أكثر من مرة أعيدها وأكررها، سيابند عقيد من اللاعبين اللي كانوا مهاجمين وارتدوا إلى مركز الظهير الأيمن، وبالتالي النزعة الهجومية موجودة عند هذا اللاعب. ركلة مرمى، حسين علي، طويلة الكرة، ستار ياسين، رمية جانبية لمصلحة إدهوك. أحمد عادل، هارون، خادم رسول، سعد ناطق. كرة لكريم درويش، بيتر غورغيس، بيتر، سيابند، وليد، محمد سادات، ستار ياسين، سامي هين، سامي، ستار، كرار رزاق، موتاري يحاول سريع الى سامي هين، يتركها لموتاري، كرة مرت بعيدة 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 الى رمية جانبية لمصلحة نادي. حق عادل، حق عادل، هذه الكرة المفروض اتابعها، مفروض اتابعها. شوف الكرة، شوف الكرة، نار، سامي تركها، شوف يعني تابع الكرة. كرة عادت، ستار ياسين، عرضية عالية وخروج حاسم من أحمد بشار. خالد قردغلي، هجمة لنادي الهوك، تبعد من كرار،
محمد سادات، محمد عدنان، هارون، بيتر، أحمد عادل، شابان عقيد، أحمد عادل مرة أخرى، بيتر لم يخطر المرمى لحد الآن. بيتر، خادم، سعد ناطق، شابان عقيد أو أحمد عادل، طويلة إلى بيتر جورجيس، بيتر، أندري الصناطي من الجهة القريبة، أندري يحاول، صعبة أصبحت، وبرافو تبعد. ستار ياسين 45 دقيقة في طريقها للخلاص، ممكن نلعب دقيقتان لا أكثر. كرة بالرأس مقطوعة من هارون، خالد قردغلي، سامي هين، كرار رزاق، سامي هين مرة أخرى. انتهت 45 دقيقة، نلعب بالوقت المحتسب بدل ضايع. إذن دقيقة واحدة يضيف حكم المباراة ولا دقيق الحكم؟ لا أكو توقف ولا وقت. كرة عادت، موتاري، عالية الكرة، سهلة إلى أحمد بشار حارس المرمى. قريب منه سيف كريم، خطأ ضد سيف، ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة غير مباشرة. هارون، ننتظر صافرة الحكم مهند مناف لتعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين الفريقين. فقط شاهدنا كرتين خطيرتين على المرميين، ونهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل النفط وضيفة دوك بدون أهداف. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. تسجيل هدف الأسبقية، عودة للأمام، الاستلام والتصويب. الله الله، يبدو بأن مستوى المباراة الماضية لا زال حتى الآن، نعم، بأقدامهم، بقلوبهم، بمنافساتهم، لا زال حتى الآن، وبأقدام القادمون من الخلف. محمد سلام عناد بتصويبة قوية تصل وتقتحم مرمى فريق نادي القرمة. قوية كانت، قوية وصلت، قوية اقتحمت مرمى الصقور الغربية لتعلن عن تقدم فرسان المملكة بهدف التقدم، بهدف السبق
عن طريق قلب الدفاع. أي استلام، أي تصويبة قوية جدا كانت صعبة على حارس المرمى، على دولافان مهدي، لتعلن عن تقدم فريق نادي نفط ميسان بأول أهداف المباراة. أي استلام وأي تصويب على طريقة نجوم خط الهجوم يظهر من لا يجريها المدرب السوري أيمن الحكيم. تغيير أول عدل مامودو، تغيير ثاني يأتي بثاني الأهداف. زيدان بالمهارة، زيدان بالشطارة، يا عيني حطها على يمين إبراهيم عالمة ليوقع على ثاني أهداف الكناري. قلبوا الطاولة الكناري بعد أن كانوا متخلفون بهدف، عادوا ومن ثم تقدموا وهدف والأروع. شوف بمهارة بإصرار يأتي زيدان عبد الجبار، يضع المدافع ساقط على الأرض ويأتي بهدف ثاني. أي مباراة يقدمها فريق الكرخ. عادوا محمد شاكر النيجيري كوكو بالانتظار بالتركيز بالدقة. كوكو تعادل للغراف، فعلها كوكو من ركلة جزاء ويعدل الكفة في وقت قاتل في الدقيقة الثانية من وقت بدل منضاع. ذهب باتجاه محمد شاكر لكنها دخلت في الشباك. عادت الفرحة، عادت الروح في مدرج الغراف. وللسيد قحطان كثير قدم الكرخ، ولك شوف محمد شاكر ذهب باتجاهها لكن لم يحالفه الحظ، دخلت في الشباك. هدفين مقابل هدفين. أي مباراة حقيقة متقلبة المزاج. تقدم الغراف في الشوط الأول ثم تقدم الكرخ في الشوط الثاني، والآن يعود الغراف ويتعادل. كوكو لا يهدر مثل هكذا كرات، لا يخيب آمال الغراف. الآن تعود المباراة. إبراهيم يستعد لتسجيل أول أهداف المباراة، للدخول أولا من أجل أن يقول أنا لها في البداية. الموصل إبراهيم يتقدم، غازي الله الموصل يسجلون أول أهداف المباراة وبأقدام إبراهيم غازي الذي يعتذر عن الاحتفال. نعم هو كان لاعبا مع نادي ادهوك بكل تأكيد. إبراهيم غازي يسجل أول أهداف الموصل في هذه اللحظات. نعم في أول 10 دقائق أولى من هذه المباراة. نعم في الدقيقة 8 من مجريات الشوط الأول لهذه المباراة. هنا إبراهيم غازي الموصل يتقدم بنتيجة المباراة. الديربي يشتعل هنا في ملعب ادهوك. يقدمون مستوى رائع جدا. هذا إبراهيم غازي بعدما اعتذر عن الاحتفال أمام ناديه السابق نادي ادهوك. 1-0 إبراهيم غازي، بينما ادهوك يبحث عن العودة من هنالك. القلعة الصفراء صفهادي التسديد. الله يا لها من ضربة ويا له من هدف ويا لها من كرة. الله بكرة رائعة سجل من خلالها صفاء هادي في اللحظات الماضية في بداية الشوط الثاني. صفاء هادي يسجل نعم في هذه اللحظات ويسجل هدف التعادل. نعم عادوا والعود أحمد. هل كنت تنتظرني بأن أعلق في الدوري وتسجل هذا الهدف الرائع وهذه اللمسة الرائعة وهذا التحفة الرائعة بأقدام يسارية دونت بأقدام صفاء هادي. هنا المحاولة، هنا السرعة، بعد ذلك مجهود فردي. الله يا لها من تسديدة ويا لها من ضربة بأقدام صفاء هادي يسجل من خلالها هدف التعادل لدهوك. صفاء يسجل بكرة رائعة بتسديدة. الله مهدي هاشم بعدما تألق في الشوط الأول لكن يتقدم. بيتر يتقدم. قلب
لدهوك النابض بالحياة دائما. بيتر غورغيس يسجل ثاني الأهداف بطريقة رائعة على طريقة توبانينغا، يسجل من خلالها بيتر غورغيس ثاني الأهداف. الله على كرة والله على لعبة، يا له من جمال يسجل. ومهدي هاشم لم يستطيع إنقاذ الموصل من ثاني أهداف الدهوك. شوف الكرة، الله الله، يا هدوءك يا بيتر، يا جمالك يا بيتر، يا إبداعك يا بيتر، يسجل من خلالها ثاني الأهداف. الله 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 يا أخي، أي هدوء، أي جمال، أي تألق، أي رسمة، أي تحفة يقدمها هذا النجم بيتر غورغيس. إذن يضيف ثاني الأهداف لدهوك في الشوط الثاني. أي أداء، ماذا قال لكم هذا؟ اللحظات جوستن ميدراندم المدافع الذي يستعد على تنفيذ هذه الركلة، هدفين، الثالث قد يكون قادم بعد ذلك. وضعها بطريقة رائعة وأطلقها كالسهم. نعم، أطلقها كالسهم فاستقرت في الشباك بلا استئذان. نعم، جوستن ميدراندم يسجل ثاني الأهداف للموصل ويعود في الموصل في هذه اللحظات. أي مباراة، أي قمة كبيرة، قمة شمالية مع فرحة جماهير الموصل. جوستن ميدراندم الكولومبي لعب 32 مباراة مع الموصل، ساهم ب6 مساهمات مع نادي الموصل، سجل 3 أهداف مع هذا الهدف. نعم، 3 أهداف، وصنع 3 أهداف. اللاعب القادم من ديبورتيفو بيريرا، شوف الكرة، شوف المحاولة بعدما تقدم وسدد الكرة الماضية بالقدم اليسرى، وضعها وأطلقها كالسهم ودخلت المرمى بلا استئذان. وفرحة هيثم شبول في هذه اللحظات. هداف الفريق يستعد ويتقدم، يتقدم. يا جمالك يا بيتر، يا أخي، جمال فوق الجمال، بلاغة فوق البلاغة. بيتر غورغيس يسجل ثاني أهدافه والثالث لدهوك. وفرحة الجماهير التي آزرت وتواجدت منذ بداية المباراة. بعد ذلك بيتر يا بيتر في الدقيقة 4 للموصل في آخر دقائق المباراة. لا زلنا ننتظر محاولة تصل أمامية عالية، وصلت براسية، بعد ذلك التسديد. لا يستسلمون أبدا، لا يستسلمون أبدا، لا يستسلمون أبناء الحدباء. نعم نعم، بشير عمر يسجل التعادل. يا لها من مباراة، يا لها من لحظات، يا لها من فرحة يسجلون في آخر لحظات المباراة بأقدام بشير عمر. هو من تقدم، هو من سدد. شوف هنا المحاولة، بعد ذلك التهيب الصدر والتسديد. الله 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 الله، وضعها بسقف المرمى وسجل من خلالها التعادل لمصلحة الموصل في آخر دقائق المباراة. الله على التسديدة، أحمد بشار تبقى ساكنا وسط المرمى. بعد ذلك التسديدة جاءت من عمر بشيرو. حسين علي يحاول التقدم من حسين، مرت الآن فهد اليوسف، دخل بخبرة السنين، فهد عدى. الله يا فنان، الله 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 يا أحمد فرحان، الله يا فنان. نعم، هنا أحمد فرحان يسجل أول أهداف المباراة. هذا هو الفنان بلحن القيثارة، بسيمفونية القيثارة، وبأرض ديالى يسجل أول أهداف المباراة. من الفنان أحمد فرحان يعلن عن الهدف الآن للشرطة. نعم، يسجلون، يعلنون عن أول أهداف المباراة. لطالما انطلقت ولطالما بدأت المعركة فلا تعلن عن انتصار قبل انتهائها. فالضربة الأخيرة دائما ما تكون هي الضربة الحاسمة. هنا الشرطة، هنا القيثارة.
الإثارة. هنا فهد اليوسف بتمريراته الجميلة، وهنا أحمد فرحان الفنان الذي يعلن عن أول أهداف المباراة من أحمد فرحان، هذا اللاعب الذي يعلن 35. هنا المواس عد، هنا التصويب قوي بالراس، عدت ولا زال. الله حسين علي هنا القيثارة مرة أخرى بين نسيمي عطر البساتين. هنا فديانا يعزفون سيمفونية الشرطة بهدف ثاني في المباراة. هنا من يقاتلون على اللقب الخامس على التوالي. هنا القيثارة، هنا الشرطة القيثارة، نعم جدا للدرب واسراره. لقب 1 2 3 لا شنه 4، الخامس رايدين بشاره على التوالي تريد فرح انصاره. هذا هو الهدف الثاني، ويسعون يطمحون من اجل تضييق الخناق على المتصدر بان يحققوا الانتصار، بان يذهبوا بعيدا، بأن يأتوا باللقب الخامس. هذا ما يريدونه الشرطة. حسين علي وكأن المواس ينتقم بعد أن توعد لعلي رمضان بتسديدة قوية وصلت هنالك، تصدى لها علي رمضان، أبعدها علي. يتمناه سادس خلال هذه المواسم. يتقدم عصام، تنطلق الإثارة عبر العماني، ينشر الحلوى العماني، ينشر الحلوى العماني. الصبحي في هذه اللحظات على مدرجات ملعب المدينة الدولي. إذن عصام الصبحي يسجل هدف أول في هذه اللحظات. هاي لقطة لعصام الصبحي، هاي هدف لعصام الصبحي، يصل إلى هدف العاشر مع القوة الجوية. هاي فرحة لجماهير الصقور، هاي لقطة لجماهير الصقور. الصقور تسجل في هذه اللحظات، في هذه اللحظات على حساب الأنيق الطلبة. هاي لقطة، هاي لقطة وأي هدف لفريق القوة الجوية. تحلق الصقور الآن، حلقت الصقور في سماء العاصمة بغداد، في العاصمة بغداد في جانب الرصافة. القوة الجوية تحلق. بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد احبائي المشاهدين ومتابعي قنوات شبكه الاعلام العراقي، نعود ونكمل مباراه النفط ودوك بشوطها الثاني، المباراه اللي ضيفها ملعب الراحل شرار حيدر، واللي قودها طاقم تحكيم بقياده مهند منافي، سعد ولاء حسين وحسين وائل وحيدر عدوان حكم رابع. في غرفه الفيديو السيد سالم عامر ويساعد جهاد عطيه، ومشرفا للمباراه حيدر عبد الكريم اسكندر وميثم خماط مراقبا للحكام. شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، لم يكن شوطا مميزا، انتهى بهجمة واحدة لدهوك وأخرى للنفط. والآن النفط على يمين الشاشة بالزي السماوي والأزرق، ودهوك بالزي التقليدي الأصفر على يسار الشاشة. يبدو أن الفريقين لم يجريا أي تغيير. سعد ناطق، كريم درويش، أنجل تشوفو، خادم رسول، خالد قردغلي، صفاء، وكرة أبعدت من سامي هين إلى
رمية جانبية. تشكيلة النفط مؤلفة من حسين علي بحراسة المرمى بالرقم 22، على اليمين كرار رزاق 34، على الشمال سيف كريم 3، وأنجل جويل تشوفا 5، حبيب محمد 17، محمد سادات 55، ساميهين 77، ستار ياسين 55، أمادو موتاري 80، وليد كريم 27، ومحمد عدنان 99. أما هوك أحمد بشار 12، على اليمين سيابند عقيد 99، على الشمال خالد قردغلي 70، عمق الدفاع خادم رسول 14، سعد ناطق 4، بالمنتصف هارون أحمد 10، صفوان هادي 35، أحمد عادل 18، وأندري الصناطي 19، كريم درويش 8، وبيتر غوركيس 7. سيابند بيتر غوركيس تبعد من أنجل تشوفا. هذا أحمد عادل أمامنا بالصورة، سيابند عقيد اللي أضاع فرصة ثمينة وهي الوحيدة لنادي الدهوك في شوط المباراة الأول، حبيب محمد الغاني أمامنا بالصورة، كرة ملعوبة، بيتر تنقطع من أمامه، بيتر يحاول، محمد عدنان، والكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الدهوك. شوط المباراة الأول بين الطلبة والقرمة ينتهي بتقدم الطلبة بهدف وحيد. وأعود لأذكر بنتائج مباريات اليوم. الكهرباء يعادل الغراف بهدفين، نفط ميسان يهزم القاسم 5-2، والأمانة يهزم ديالى 4-1. كرة مقطوعة ساميهين، خطأ لمصلحة نادي الدهوك. صفاء، خالد، كريم، خالد بالمنتصف، كريم درويش، سعد ناطق، بيتر غورغيس. يا سلام يا بيتر، حركة لعب جميلة، يتخلص من لاعب، يلعبها عرضية خطيرة وتبعد من كرار رزاق. عادت مرة أخرى محاولة من أمام أندري الصناطي، تبعد من موتاري. هذا بيتر غورغيس، وحركة اللعب الجميلة اللي تخلص من خلالها من لاعب، شوف يا سلام، وهيئها، لكن كرار رزاق أبعد الكرة ببراءة. محمد سادات، بيتر، خالد قردغلي، صفاء، كريم درويش، بيتر تنقطع، ستار ياسين مقطوعة من جديد، هارون، موتاري، ساميهين، أندري، عادت بالمنتصف، هارون قصيرة تذهب إلى ستار ياسين، ستار إلى محمد عدنان، قصيرة باطئة محمد عدنان، تنقطع من سعد ناطق، سعد ناطق إلى أحمد عادل، ومرة أخرى إلى هارون، هارون يستحوذ على الكرة الآن، يحاول يمر الآن، هجمة لمصلحة نادي الدهوك، ترتد الكرة من منتصف الملعب، تعود الكرة إلى ستار ياسين، يهيئها إلى الجانب إلى كرار رزاق، كرار رزاق ينطلق من الجهة البعيدة، كرار يحاول يمر، يلعبها، تعود الكرة إلى موتاري، موتاري يبحث عن إسناد، يلعبها عرضية لا وليد، وكرة قصيرة ضاعت على وليد، تبعد من سيابند عقيد. فرصة أمام دهشة عادل نعمة تضيع على فريق نادي النفط. صفاء، خادم، خالد، طويلة إلى الجانب إلى صفاء، تنقطع من حبيب، ستار ياسين، من جديد مقطوع لأحمد عادل، بيتر غورغيس، أحمد عادل، سريع الكرة إلى سيابند عقيد، سيابند يحاول يمر الآن، سيابند يلعبها ضعيفة ضعيفة، سهلة إلى حسين علي حارس المرمى، سهلة إلى حسين علي حارس المرمى، إيد إلى ستار ياسين، ستار، ساميهين، محمد سادات،
حبيب موتاري، كرة مقطوعة على رمية جانبية لمصلحة النفط، رمية جانبية لمصلحة النفط. وليد أهدر فرصة ثمينة، 4 أهداف هذا الموسم، هذه فرصة ثمينة يعني على نقطة البنالتي، أهدر فرصة ثمينة. كرة حلوة ملعوبة، عرضية ملعوبة بالرأس، تبعد من خادم رسول، صفا هادي أبعتها أندري الصناطي، تعود الكرة لأحمد عادل، هارون، كرة إلى سيابند عقيد، سعد ناطق، بالمنتصف، كرة سريعة، هجمة خطيرة الآن، وكرة أبعدها حبيب محمد إلى ركلة مرمى أو ركلة ركني. 7 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، تعادل يبقى، يبدو هناك راية وتسلل واضح على فريق دهوك، تسلل واضح على فريق دهوك. ركلة حرة غير مباشرة للنفط، ومن بداية شوط المباراة الأول النفط يعتمد على شرك التسلل، سلاح ذو حدين، قد يخطئ وقد يصيب، لحد الآن صائب مع النفط. قرار رزاق على التنفيذ، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي النفط. هيك كرات يصعد الظهير ويلعبها قلب الدفاع. كرة من وليد، أحمد بشار أقرب للكرة يتمكن منها، برافو أحمد. سيابند، سعد ناطق، كرة أبعدت من سيف كريم، سامي هين، سامي، محمد سادات، تنقطع بالخطأ، صفاء سدد من بعيد ومرت إلى ركنية، مرت إلى ركنية لمصلحة نادي دهوك. شوط كسابقه، شوط المباراة الأول لم يكن ممتعا ولا مميزا إلا بكرتين، واحدة ارتدت من الحارس وارتطمت بملتقى القائم والعارضة لمصلحة نادي النفط، والثانية لسيابند عقيد لاعب نادي دهوك اللي واجه المرمى واهدر فرصة. خامس ركنية في ملعب المباراة، 3-2 ركنية لمصلحة نادي دهوك من الجهة البعيدة. تبعد بقبضة ايد الحارس حسين، يلعبها سريعة، موتار يحاول، برافو، مقطوعة الكرة من خالد قردغلي، عالية من جديد وخروج غير حاسم من الحارس، أبعدت بقبضة اليد، ويبدو هناك خطأ لمصلحة نادي النفط. ركلة حرة لمصلحة نادي النفط. شوفوا بالإعادة، تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي النفط. سابع حالة تسلل على الهوك، كرة طويلة، تفكير سليم من عادل نعمة لامتصاص اندفاع لاعبي نادي دهوك والكرات السريعة الطويلة. ستار ياسين بالرأس، تعود الكرة، ستار تذهب من جديد، سيف، ستار ياسين، كرة عادت، سامي هين، موتاري، طالت عليه إلى حارس المرمى أحمد بشار. مباراة يعني لم تصل إلى مستوى الوسط. عادت الكرة،
هذه الركنية والخروج من حسين علي، والكرة اللي شتتها محمد سادات، لكن اكو احتكاك مع الحارس. صفاء هادي امامنا بالصورة، رمية جانبية لمصلحة النفط من الجهة البعيدة. سامي هين، كرار رزاق، كرة عادت الى سيف كريم، سيف يلعبها محمد عدنان، المن سهلة الى حارس المرمى احمد بشار. قلنا في شوط المباراة الأول هناك أندية تلعب تحت الضغط، خاصة الأندية الثلاث كهرباء ونفط ميسان والأمانة، للهروب من المركز الثامن عشر والهروب عن مباراة البلاي أوت. وفرق المقدمة الأربعة لكل مباراة، وبالأخص الله يعين الجوية ويعين نادي الشرطة. إذن محمد عدنان ومحمد سادات يتركان الملعب، ويدخل حسام جاد الله واللاعب رقم 15 أيضا يدخل. حيدر شاسب. معذرة لهذا الانقطاع المتكرر من المصدر. كرة مرت، إذن تغييران بخروج محمد عدنان ومحمد سادات ودخول حيدر شاسب وحسام جاد الله. ستار تبعد من سعد، ساميهين، حبيب ترتطم بحيدر شاسب، كرار رزاق، عارضية خطيرة تبعد من سيا بند عقيد إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. هل مرت الكرة إلى الخارج؟ شوف الكرة من جديد، هل لعبت إلى الخارج؟ على كل حال يبدو ركلة مرمى احتسبها الحكم لمصلحة نادي دهوك. أحمد بشار على تنفيذ ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك، التعادل السلبي حتى الدقيقة 60. كرة بالرأس، حسام جاد الله، سعد بعد الكرة، هارون بالمنتصف، خطأ لمصلحة نادي دهوك. هذا حيدر شاسب، كرة مقطوعة من جديد. حسام، ستار ياسين، ستار يحاول يمر، سيف، سامي، حبيب، موتاري، يا سلام، هي كرة لنفسه يلعبها، كرة خطيرة
وليد، وبرافو أحمد، برافو أحمد، برافو أحمد. وليد كريم يهدر فرصة ثانية أمام حسرة عاد النعمة، ويضيع معها فرصة هدف ثاني. شوفوا بالإعادة، وبرافو أحمد بشار، أنقذ المرمى وغلق المرمى بوجه أمام اللاعب وليد كريم. هذه الفرصة الثالثة في المباراة أو الرابعة في المباراة الثانية لفريق نادي النفط في شوط المباراة الثاني. دهوك لم يخطر مرمى النفط بشكل مثالي في شوط المباراة الثاني. كرتين لوليد كريم تهدر خلال الدقائق ال 17 اللي مضت من شوط المباراة الثاني. نلعب دقيقة 63 من عمر المباراة، يبقى التعادل السلبي يخيم على أجواء هذه المواجهة التي تجمع دهوك بمضيفها النفط. لقاءات اليوم الأول للجولة 36 لدوري نجوم العراق، في نفس التوقيت مباراة الطلبة مع القرمة. سعد، سيابان عقيد، بيتر غورغيس، كرة مقطوعة مرة أخرى يحصلها بيتر بينه وبين حسام جاد الله. حسام يستحوذ على الكرة، يلعبها إلمن بدون تركيز، سهلة للحارس أحمد بشار. خادم رسول، خادم هارون، خادم رسول مرة أخرى، بيتر غورغيس. حلوة بينية ولكن طالت إلى حسين علي حارس المرمى. يبدو المنذر ربيع العلوي راح يدخل، ومحمد داود أيضا في طريقة للدخول. أيضا تغييرين في تشكيلة دهوك. كرة مقطوعة من سيابند، أحمد أعادها إلى الخلف، هارون، بيتر، تنقطع، أنجل تشوفو، وليد، موتاري، كرار رزاق، حيدر كاسب، سامي هين، سيف كريم، أنجل، حبيب محمد، سريع الكرة طويلة، خادم رسول يقطعها بالرأس، خطأ لمصلحة نادي دهوك. تغيير الآن، دخول محمد داود والمنذر العلوي، تغييران بنزعة هجومية، خروج أندري الصناطي، شوف اللاعب الآخر ربما كريم درويش، وأحمد عادل أيضا يترك الملعب. أبعد لاعب وسط وزج بمهاجمين. ركلة حرة لمصلحة دهوك، خادم رسول على التنفيذ. 25 دقيقة تفصلنا على النهاية. التعادل ما زال قائم كما كان حال المباراة الأولى ما بين الفريقين في الجولة السادسة. كرة طويلة برا الملعب، رمية جانبية لمصلحة دهوك.
هذه الفرصة اللي أضاعها وليد وتمكن منها الحارس المبدع أحمد بشار. كرة بينية، محاولة وليد، عالية من وليد إلى ركلة مرمى. كرة عالية من وليد إلى ركلة مرمى. دكتور مشتاق كاظم، هل هناك ركلة جزاء؟ نشوفها بالإعادة. شوف الكرة، ما أعتقد بها شيء، والقرار يبقى لسيد القرار وصاحب القرار. حكم المباراة ينتظر إذا كان هناك إشارة من الفيديو وغرفة الفار. ما بها شيء، واضحة يعني، بعض الأحيان الصورة تتكلم. ثالث كرة تضيع لوليد كريم. اليوم أنا حاسدك يا عادل، أنت اليوم هادئ، بنهاية الموسم هادئ. خادم، كرة خطيرة الآن، محمد داود سيطر عليها من جديد، يبدو حالة تسلل. 27 مواجهة جمعت الفريقين، هذه المواجهة رقم 28، 6 للنفط، 10 لدهوك، 11 بالتعادل. سجل النفط 22 هدف وسجل دهوك 28 هدف. أول مواجهة جمعت الفريقين موسم 98-99 انتهت بالتعادل بهدفين، بيجار إسماعيل وعمر أحمد لدهوك، وجعفر عمران وثائر محسن للنفط. وفي الإياب انتهت المباراة بفوز دهوك بهدف واحد لمهند مهدي من ركلة جزاء. أكبر فوز للنفط 4-0 موسم 22-23، أكبر فوز لدهوك 4-0 موسم 2000-2001، وأكبر تعادل 3-3 في موسم 13-14. هذه المواجهة رقم 28 خلال تواجد دهوك. كرة خطيرة، وحسام جاد الله يهدر الفرصة. شوف تلكأ سعد، كرة مباغتة وتلكأ سعد، وبالتالي كاد أن يخطفها حسام جاد الله ويسجل منها هدف التقدم. طبعا خلال 23 موسم تواجد بها نادي دهوك، شوف هذه فرصة ثمينة تضيع على النفط. التقى الفريقان في 15 موسم فقط بسبب المجموعات، وهذه النتيجة هي الأكبر في لقاءات الفريقين. 5 مرات حثت في لقاءات الفريقين، أكبر النتائج في لقاءات الفريقين 1-0 8 مرات. حسام جاد الله رغم دخول المثابر لكن أهدر فرصة هدف بنتيجة خطأ قاتل لفريق ودفاعات نادي دهوك. بالسلامة إن شاء الله. شوف هذه الكرة اللي ارتدت بالخطأ، تباطأ سعد ودخول ذكي من حسام جاد الله، ولكن لعبها بيساره. لو كان محصل عليها بشكل أفضل بيمينه كان ممكن أن يستغلها بشكل أفضل، لكن مرت بيساره على العمود البعيد ومرت بعيدة إلى الخارج. فرصة أخرى تضيع أمام عصبية سعد ناطر. طبعا فريق النفط متبقي له مواجهتين في الجولة 37 أمام الزوراء والأخيرة أمام نوروز. أما ما تبقى لنادي دهوك مباراتين، اللقاء القادم أمام الكهرباء ويختتم الموسم أمام ديالى خارج أرضه. خادم رسول، كرة بالرأس تبعد من جديد، رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. 20 دقيقة أو أقل على الوقت الرسمي للمباراة. المنذر ترتد لمصلحة نادي النفط. كرة عادت، كرار، سامي حبيب، طويلة من حبيب،
سعد ناطق يبعدها بالراس، حيدر كاسب ترتد الكرة، كرار سدد من بعيد وإلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة دهوك. كرة مقطوعة. طبعا نادي النفط من النتائج المميزة اللي حققها أمام الأندية الجماهيرية، خاض 8 مباريات أمام الأندية الجماهيرية، خسر 1 وفاز ب1 وتعادل في 6. فاز على الطلبة بعد التعادل بقرار 3-0 وهو الفوز الوحيد مع الأندية الجماهيرية، لكن عادل الطلبة 0-0، الجوية مرتين ذهابا وإيابا 0-0، الزوراء 0-0 2-2، والشرطة 1-1، وخسر الخسارة الوحيدة أمام الشرطة بهدف مقابل لا شيء. هل هذا هو التعادل الثامن لنادي النفط على هذا الملعب؟ موتاري يعيدها إلى كرار رزاق، خادم رسول، محمد داود، سامهين، حيدر كاسب، سريع الكرة لموتاري، أقرب إلى أحمد بشار. سيابند عقيد، محمد داود بينه وبين أنجل تشوفو، رمية جانبية لمصلحة دهوك. سيابند، صفاء، سيابند، بيتر أو لاعب كريم درويش برا الملعب إلى ركلة مرمى. توجيهات من أحمد خلف. محمد داود القادم من الشرطة، ذهب أيضا للنجف من الشرطة. كرة بالرأس من حسام، رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. بيتر أو سيابند عقيد على التنفيذ. بيتر، كريم درويش تنقطع من أمامه، حسام جاد الله، سعد، هارون، بيتر، سيابند عقيد، صفاء إلى سعد ناطق. سعد يلعب كرة طويلة وحسين يبدأ بحالة تسلل، حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي النفط. خروج حاسم كان من حسين، لكن شوف بها حالة تسلل على محمد داود وعلى المنذر العلوي. مصيدة التسلل اليوم استخدمها النفط بجدارة. وليد، خالد قردغلي، مراقبة لسيقة من أنجل جويل لمحمد داود، أنجل جويل تشوفو، ستار ياسين، سامهين، سامي، ستار، بينية، وتبعد من سيابند إلى ركنية. ركنية لمصلحة نادي النفط. ربع ساعة تفصلنا على نهاية أحداث المباراة بأكملها، والتعادل السلبي قائم ما بين الفريقين. ركنية الآن،
تلعب الكرة، أحمد يبعدها، ومرة أخرى تشتت من ثيابند. عالية الكرة للجهة البعيدة، موتاري الخالي من الرقابة، حاول يمر، وكرة مقطوعة على ركنية. ركنية الآن لمصلحة نادي النفط من الجهة البعيدة. كرر رزاق على التنفيذ. كرة لحسام، تبعد الكرة عالية، رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. شوف بالإعادة حسام، أبعدت من محمد داود، محمد داود ابن نادي النفط. كرة سريعة وليد، صفاء أبعد الكرة، تسلل، ركلة حرة غير مباشرة للنفط. حد الآن اليوم التحكيم 10/10. كرة لا حسام، مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى لدهوك، ركلة مرمى لنادي دهوك. من جديد رمية جانبية لمصلحة النفط، سعد أبعدها، يبدو الحكم يعيد تنفيذ الكرة من مكان خروجها لخلال الدقيقة 80. سيف كريم على التنفيذ. كرة مقطوعة على سعد ناطق، سعد قصيرة، لمسة يد، ركلة حرة لمصلحة دهوك. خالد قردغلي، المنذر العلوي، ستار ياسين، المنذر يحصلها، يلعب كرة طويلة. وشوف دائما حسين علي حذر من أن يقع زملائه بشرك التسلل، وبالتالي تشوفه لاعب ليبرو يخرج سريع ويبعد الكرات. كرة بالراس من ستار، موتاري، رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. هذا المنذر ربيع العلوي، لاعب العماني. تعادل ما زال قائم. كرة إلى الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة دهوك. سريعة ملعوبة الكرة، العلوي وسط الملعب بالخطأ، سامي، ستار ياسين، حيدر شاسم، سامي، كرار، عرضية عالية، حسام، سعد ناطق يشتتها، محمد داود، بيتر غورغيس، بيتر، صفاء،
هارون ما سيطر عليها، كرار رزاق أقرب للكرة يلعبها طويلة، ستار ياسين من الجهة البعيدة، ستار يلعب عرضية، وليد وإلى الخارج إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة دهوك. يعني يقول لك كانت خمتها بصدرك وتسيئها لنفسك. اللاعب في الملعب ليس كما يشتهي المدرب. شوف يعني هو لعبها كان الأحرى يقول له تخمدها، لكن أرجع وأقول اللاعب بالملعب ليس المدرب في خارج الملعب. أنت تريد شيء وهو يريد شيء. أحمد بالرأس، حبيب، هارون، سيابند، بيتر، تبعد الكرة من أنجل. 8 دقائق تفصلنا على النهاية. سيف كريم، حيدر كاسب، كرة طالت على حسام، حبيب، ستار ياسين، متاري من الجهة البعيدة، حاول يمر، وكرة إلى خارج ملعب لركلة مرمى أو ركنية لمصلحة نادي النفط. كرة ارتطمت بخالد قردغلي إلى خارج الملعب لركنية لمصلحة نادي النفط. 7 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الثاني، والمباراة بأكملها والتعادل سيد الموقف بدون أهداف. في دورينا لحد الآن 26 تعادل سلبي و66 تعادل إيجابي، أي 92 حالة تعادل في دورينا هذا الموسم. ركنية الآن، حكم ينبه اللاعبين. صفاء يشكو من إصابة. صفاء اهدأ يا صفاء، شوف قرار الحكم، نشوف الحالة. على كل حال يلا يا صفاء، وطرد لوليد كريم، طرد لوليد كريم. ثامن طرد لفريق نادي النفط هذا الموسم، واحنا عندنا الأحمر 123 بطاقة حمراء هذا الموسم، وثامن طرد للنفط هذا الموسم. شوف الحالة، شوف ضرب متعمد واضح. إذن بطاقة حمراء مباشرة دايركت لوليد كريم القائد. هل هناك اعتراض من تقنية الفار؟ نشوف الحالة، والحالة واضحة، وقرار حاسم من حكم اللقاء، بطاقة حمراء لوليد كريم بالدقيقة 85. الآن يتحدث النفط عنده 7، دهوك عنده 8 بطاقات. أكثر نادي أشرت بوجه لاعبي بطاقات حمراء هذا الموسم هو زاخو 14 بطاقة، والأقل أربيل والنجف 3 بطاقات. أكثر عدد راح يذهب للفار، ربما يعود ويمنح بطاقة صفراء ويلغي الحمراء. على الحديث على البطاقات الحمراء، في الجولة 31 كان أكثر عدد من البطاقات أشهر 8 بطاقات، وفي الجولة الماضية وفي الجولات 27 و34 و35 أشهرت 7 بطاقات
حمراء في كل جولة. شوف الحالة الآن، هل سيكون هناك يعني يبدو ضرب متبادل ما بين صفاء وبين وليد. شوف الحالة راح يشوف الحكم، هل سيعدل عن البطاقة الحمراء ويشهر الصفراء لكلا اللاعبين؟ أنا أعتقد راح يشهر بطاقة صفراء لوليد ولصفاء ويلغي الحمراء. يبدو أبقى على الحمراء، قرار، هو صاحب القرار الأول والأخير، هو سيد الملعب. وشاف الحالة لما دعاه سالم عامر قال له تعال شوف الحالة، خرج بقناعة أنه قراره صحيح، وبالتالي أصر على قراره أنه بطاقة حمراء للاعب وليد كريم. خلص شوف الحالة، وبعدين هو كان تمركزه سليم وقريب. إذا الركنية لمصلحة نادي النفط، باقي 2.5 دقيقة على النهاية. خروج ستار ياسين، عمار غالب راح يدخل، تغيير الثالث في تشكيلة النفط. مرة أخرى الحالة، والبطاقة الحمراء مباشرة بوجه اللاعب وليد كريم قائد الفريق. ستار يترك الملعب، عمار غالب الآن راح يدخل. بالسلامة لصفاء، كرار رزاق، حسام، كرار من جديد، ركنية مرة أخرى، ركلة مرمى احتسبها الحكم. شوف الإعادة، حسام يبحث عن ركلة جزاء. بعض الأحيان الذكاء الميداني مطلوب من اللاعب، كثير من اللاعبين خدعوا حكام، والآن هذه الحالة والتباحث مع غرفة الفار. آخر دقيقة من الوقت الرسمي، باستثناء بدأ عندنا في آخر المباراة توقف والذهاب للفار. ننتظر قرار غرفة الفار، تشيكينج بنالتي. ابتعدوا عن الحكم، خلوه يسمع. هذه الحالات السلبية في ملاعبنا، ابتعدوا عن الحكم، خلوا القائد فقط. شوف الحالة، هل كان اكو ضرب على قدم اللاعب من الخلف؟ اذا راح يشوفها اكو ضرب على قدم اللاعب من الخلف. خلي يشوف الحالة والقرار الاول والاخير لحكم اللقاء. بالمناسبة نادي النفط يعني من الأندية الكثيرة اللي أهدرت ركلات جزاء، 6 ركلات جزاء، أحمد خالد 2، حسام جاد الله 1، ستار ياسين 1، حسام 1. يعني شوف هاي الحالة، هل هناك ضرب من خادم على ساق اليسار لحسام جاد الله؟ هنا الحالة الدقيقة اللي راح يركز عليها السيد مهند مناف. طبعا استدعاء من قبل سالم عامر في غرفة الفيديو على هذه اللحظة، على الضرب على القدم. ونشوف القرار الأول والأخير لسيد الملعب مهند مناف.
صعبة على الحكم، تقديرها صعب. ننتظر قرار الحكم. عاد الحكم وننتظر قراره. إذا ركلة جزاء، ركلة جزاء، وهي الركلة رقم 159 في دورينا. 128 ركلة سجلت و30 أهدرت، والآن ركلة جزاء لنادي النفط. كرار على التنفيذ، 6 ركلات أهدروا نادي النفط. إذا ركلة جزاء للنفط في وقت قاتل، في وقت قاتل ركلة جزاء للنفط. 7 دقائق أضاف الحكم، وقت محتسب بدل ضايع. كرار رزاق اللي يحمل شارة القيادة على التنفيذ. كرار الركلة رقم 159 هذا الموسم. سامي الإمام كرار. خالد قردغلي أيضا يترك الملعب. مصطفى نواف يدخل، وسامي الإمام يدخل. صفاء أيضا يبدو يترك الملعب. كرار رزاق قدم وجول! هدف التقدم عن طريق ركلة جزاء بوقت قاتل لنادي النفط، يسجل كرار رزاق. كرار رزاق بالدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل ضايع يسجل هدف التقدم. كرار رزاق يسجل هدف التقدم من ركلة جزاء لمصلحة نادي النفط بالدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل ضايع. هدف واحد للنفط لا شيء لدهوك. وذكر لقاء الذهاب ما بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي. إذا ما حقق النفط الفوز سيرفع رصيده إلى 44 نقطة ليذهب للمركز الثاني عشر. هذه النتيجة ما بين الفريقين هي الأكثر تحققا 8 مرات، وهذه المرة التاسعة. وبالمناسبة 1-0 حدثت 67 مرة في هذا الموسم، وهي أكثر نتيجة تحدث، وهذه النتيجة 68 بال1-0 أكثر نتيجة تحدث في نتائج مباريات هذا الموسم. كرة تبعد من كرار رزاق إلى خارج ملعب الرمية جانبية. سيابند عقيل، سيابند رمية جانبية تبعد من الدفاع. هل يحقق النفط الفوز العاشر ويتلقى نادي دوك الخسارة 11؟ أحمد، نعتذر لهذه الانقطاعات من المصدر. كرة من يوسف، هارون، سامي، أنبار غالب. كرة عادت إلى حسام جاد الله، موتاري يلعب الكرة إلى الجهة القريبة. سعد بينه وبين عمار. أحمد، آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل ضائع، ممكن أن يضيف الحكم إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الهوك. هذا حيدر شاسب اللي لعب الشاب الجديد
في تشكيلة نادي النفط. العلوي، منذر، طويل الكرة، محمد داود، كرة عرضية خطيرة، كريم، وترتقم بالمدافع، ويبدو ركلة جزاء، يبدو ركلة جزاء لدهوك، يبدو ركلة جزاء لدهوك. جمهور وعشاق دهوك رغم قلتهم يتابعون يآزرون، ونشوف الحالة سيف كريم ونشوفها بالإعادة، وبالإعادة إفادة. شوف الحالة، شوف الحالة، شوف الكرة، إيده تحركت كبرت جسمه، وركلة جزاء لمصلحة نادي دهوك. كرار اللي طرد مرتين هذا الموسم بدلا من موتاري، يعني كان مهيئ حتى يحافظ على النتيجة، وبالتالي ركلة جزاء. من سينفذ؟ أكيد بيتر غورغيس اللي سجل 7 ركلات جزاء هذا الموسم، عنده 18 هدف، 4 ثنائيات، 7 ركلات جزاء، وفي وقت قاتل، في وقت قاتل الآن، في وقت قاتل. هل سيذهب للفار؟ كرة كانت في طريقها إلى المرمى، كبرت جسم اللاعب، والقرار لحكم اللقاء مهند مناف. مرة أخرى نشوفها عرضية اللعبة، كريم درويش، شوف سيف. على كل حال حالة تعمد ما بيها، ولكن مس يد، حالة تعمد ما بيها، لكن اكو مس باليد وكبرت جسم اللاعب. والقرار الاول والاخير اذا ما استدعى الفار، يعني الفار مقتنع انه ركلة جزاء. اذا ما استدعى الفار، اذا استدعى الفار راح يعدل، قد يعدل عن ركلة الجزاء، لكن اذا ما استدعى الفار معناها الفار مقتنع بركلة الجزاء. على كل حال ما زال يتحدث مع حكمنا الدولي سالم عامر، وهو حكم دولي سابق. ننتظر، ما زلنا ننتظر. بيتر 7 ركلات جزاء بهذا الرقم ال7 سجل هذا الموسم، و18 هدف سجل، 4 ثنائيات. ننتظر. حسين علي يقول لهم اهدأوا انتظروا وأني موجود. إذا ننتظر القرار. انت تلعب 90 دقيقة ما تسوي شيء، تجي بالوقت بدل ضاع تصير ركلات الجزاء وتصير الفرص. ما زلنا وإياكم ننتظر. أحد 10 لقاء انتهى بالتعادل ما بين الفريقين، والتعادل 0-0 أو 1-1 ما بين الفريقين انتهى 4 مرات. إذن يبدو القرار هو قرار الحكم، والقرار لا رجعة فيه، ركلة جزاء. هل ما زال ينتظر؟ إذن ركلة جزاء، ركلة جزاء، والقرار قرار الحكم. ومثل ما ذكرت لو كان هناك شك في غرفة الفار لاستدعوا الحكم. خلينا نشوفه مرة أخرى، خلينا نشوفه قبل التنفيذ. تسلل ماكو، محمد داود هيأ كرة، لعبة عرضية، كريم، هذه إيده اللي تحركت، هذه إيده، والكرة بطريقها إلى المرمى، وبالتالي أنا في قناعتي ركلة جزاء صحيحة لمصلحة نادي دهوك. بيتر على التنفيذ في وقت قاتل بالدقيقة 10 أو الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل ضايع. بيتر غورغيس، بيتر، ركلة رقم 160. بيتر قدام وجول، جول لصالح دهوك، هدف التعادل بالدقيقة 111. يسجل نادي دهوك التعادل من ركلة جزاء بعد أن سجل بالدقيقة 95 نادي النفط من ركلة جزاء، سجلها كرار رزاق
عادل دهوك عن طريق اللاعب بيتر غورغيس بالدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل ضايع. الآن النفط 42 ودهوك ب50 نقطة وبمركزيهما. شوف ركلة جزاء يسجلها بيتر، وهي الركلة الثامنة لهذا اللاعب يسجلها هذا الموسم، وركلة الجزاء رقم 160 هذا الموسم، وركلة الجزاء رقم 130 اللي تسجل في هذا الموسم. 1-1 الآن. كرة اللعب، وال1-1 أصبحت 46 مرة تتحقق هذا الموسم في دورينا. 1-1 أصبحت 46 مرة تتحقق في دورينا. كرة عادت، محاولة لمصلحة النفط، قصيرة مقطوعة، هارون، سعد، سيابند عقيد، بيتر، عالية خطيرة بالرأس وبرا الملعب، يبدو حالة تسلل. مصطفى نواف مثل منتخبنا الأولمبي، شوف بالرأس كاد أن يصيب المرمى، ولكن في وضع تسلل. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي النفط. بانتظار صافرة الحكم السيد مهند مناف. انذار لحسين علي، ثاني بطاقة صفراء في ملعب المباراة مع بطاقة حمراء. بالدقيقة 11 101 سجل دهوك التعادل، وبالدقيقة 95 تقدم النفط أيضا من ركلة جزاء. كرة مقطوعة، حسام يلعب كرة طويلة بالرأس مقطوعة، هارون، هذا تسلل يترك اللاعب وإلى حارس المرمى حسين علي. سامي يلعب الكرة إلى الجانب، مرت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية، ومعها تنطلق صافرة الحكم السيد مهند مناف لتعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بين النفط ودهوك بالتعادل بهدف واحد سجل في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا الضايع عن طريق كرار الرزاق من ركلة جزاء، وبالدقيقة 101 11 من الوقت بدل الضايع سجل نادي دهوك التعادل عن طريق اللاعب بيتر غورغيس. إذن حظ أوفر للفريقين بهذه النتيجة، يرتفع رصيد نادي النفط إلى 42 نقطة، يبقى بمركز ال13 ودهوك بمركز العاشر ب50 نقطة. سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.